حبيب قلبي ركز معايا كويس جدا 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 في الكلام اللي جاي ده. انا بتعب ليه؟ عشان هدف معين. اللي بيحركني يا دكتور هو الهدف بتاعي. انا بشتغل بتعب بتنفخ ليه؟ عشان هدفي، علشان عاوز اوصل لحته كويسه. ده اللي بيحركني يا اولاد. لكن الشغف والكلام اللي مش ملموس كلام فاضي. ورايا حاجه اعملها، ورايا شغل اخلصه، ورايا مذاكره انجزها، هجتهد يبقى هجتهد. انا قدامي هدف بيحركني، انا ماشي في طريق طويل اخره ان شاء الله ان شاء الله هدفي وحلمي وحلم اهلي. يبقى انا هشتغل هموت نفسي حتى وانا مش قادر عشان اوصل للحلم ده. ماشي يا اولاد؟ اللي بتحلم بيه دايما بروزه، حطه قدامك يفكرك دايما انت عاوز ايه. اتفقنا؟ ففي فتور ذاكر، في ملل حل، في فقدان شغف ذاكر، روح الدرس، اسمع المحاضره. والله ده كتير عليك. لو كتير عليك سيب ثانويه عامه. انا بتكلم جد. يعني لو ما تقدرش تقعد في يوم تذاكر 3 ساعات شرح و20 صفحه في الكتاب، يبقى انت ما تستاهلش تكون في المكان اللي انت فيه. يبقى انت خساره الفلوس اللي بتدفعها في الدروس، خساره مصاريف اهلك فيه. اوعى تنسى الحلم بتاعك ابدا. عايزك تاخد قرار واحد بس النهارده، انه this will be your new start. دي هتكون البدايه الجديده في حياتك، ايا كان اللي فات شكله عامل ازاي. مفيش حاجه بتحمس اي انسان على وجه كوكب الارض اكتر من بدايه جديده، صح ولا لا؟ طب ما تيجي نبدا كلنا بدايه جديده. طب ما تيجي ناخد قرار كلنا انه اللي فات مات، بحلو وبوحش وبقرف وبكل حاجه، ونحط نقطه ونشد خط ونقول ايه من اول السطر، بغض النظر عن اللي فات. اللي فات حلو ماليش دعوه، اللي فات وحش